السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا أخواتي في قناة مطبخ شكري. اليوم ما شاء الله غادي نحضروا هذه الوصفة هذه كما كتشوفوا، كتجي غزالة اقتصادية والبنة ما نقولكمش حتى تجربوهم إن شاء الله وتشوفوا كيجيو غزالين الإفطار إن شاء الله. غادي نبقى أنا في وصفة واحدة فقط إن شاء الله في هذا رمضان هذا. غادي نبداو بهاد لي سوفلي كيجيو غزالين. كاين اللي كيديرهم بالدقيق، لا غير الدقيق الابيض. انا اليوم ان شاء الله غادي ندخل فيهم الفينو وكغانتوما غتشوفوا كيفاش غادي يجيو صحيين اكثر، يعني ما يضروش في المعده وداكشي، كيجيو غزالين. غير جربوهم، انا متاكده انهم غادي يعجبوكم. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم ما شاء الله كيجيو هما هادوك. غادي نبداو اخواتي المكونات. عندي 3 الكيسان بعبر كاس العنبه نتاع الفينو و3 الكيسان نتاع الدقيق الابيض. هنا غادي ندير نيدو الحليب بودره. تقدروا تعجنوا بالحليب العادي الا فضلتوا تعجنوا بالحليب كذلك ممكن. غادي ندير الملح، غادي نحرك مزيان، وغادي نضيف اكثر من ربع كاس نتاع زيت الزيتون، شويه اكثر من ربع كاس، تقريبا نصف كاس، لان الكميه نتاع الفينو عندي يعني 3 الكيسه، راها كميه اللي هي كثيره، ضروري تكون شويه الكميه نتاع الزيت شويه زياده. صافي حتى كنرملها كترجع لها الشكل هذا. وغادي ندير الخميره وغادي ندير العسل، معلقه نتاع العسل، تقدروا تعوضوها بملعقه من السكر على هذا الشكل هذا اخواتي. الا بغيتوا تعجنوهم غير بالدقيق، راه هما اصلا كيداروا غير بالدقيق الابيض، لكن انا كنفضل اخواتي كندخل دائما الفينو باش يعني ما كيضروش في المعده، كيجيو افضل. درت نصف الكميه تاع الدقيق ونصف الكميه تاع الفينو، وصافي غادي نعجن بالماء لان دايره الحليب نيدو. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا الحليب العادي. الماء كيبقى طبعا على حسب العجينه، لان الفينو انا واخا كنت كنعجن راه كنت كنزيد كل مره كنزيد شويه نتاع الماء، يعني 2 كيسان كيدخلوا، وتقدروا توصل حتى 2 كيسان ونص هكايا نتاع الماء. هنا غنزيد واحد المعلقه نتاع الزبده، لان العجينه فيها الفينو، العجينه قاصحه. الا عجنتوها غير بالدقيق تستغنيو على ديك المعلقه نتاع الزبده، كتكون الزيت بوحدها كافيه. صافي اخواتي كنحطها طبعا فوق سطح العمل، كندلكها مزيان وغادي نغطيها ونخليها حتى يضاعف الحجم ديالها. ضروري تخليوها تختمر في المرحله الاولى. ودابا غادي نفوتوا نحضروا الحشوه ديالنا ان شاء الله. غادي تكون اقتصاديه، غادي يكون 2 بصلات، فلفله حمراء، فلفله خضراء، و2 نتاع الحبات نتاع الجزر. وطبعا غادي ندير، انا كنطيب دائما بزيت الزيتون، وغادي ندير شويه نتاع الملح. صافي ونحرك ونخلي هاد الخضيره هادي حتى تشحر مع بعضياتها. انا درتهم اقتصاديين، تقدروا ديروا بهم الدجاج. انا كنحاول اخواتي ما امكن ندير وصفه اقتصاديه على جال هاد الغلاء هذا. وشحال مره كنهضر انا اخواتي ما كنبينش الطاوله ديالي، لهذا كندير غير وصفه وحده كافيه ان شاء الله. عندي هنايا ملعقه من الزعتر ونصف ملعقه صغيره من الابزار. هادو هما التوابل، ما غاديش ندير شي توابل اخرى باش نخلي ديك النسمه نتاع ديك الخضيره مع الطون مع. نتوما غتشوفوا شنو غادي نزيد في التالي. غادي ندير معلقه نتاع الهريسه الحار او الشطه، طبعا حسب الذوق، تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش، غير هي كتعطيها واحد البنه غزاله. صافي غادي نخليوها تهبط شي شويه، ما تخليوش ديك الخضره عاوتاني تهبط بزاف. ما غطيتهاش، انا خليتها هكايا المقله خليتها كعريانه، يعني باش ما تهبطش الخضره بزاف. زدت واحد الكميه تاع المعدنوس، واحد الكميه من الزيتون الاخضر والزيتون الاسود، لان هاد الحشوه ما فيهاش اللحوم، طبعا خصنا نسموها شي شويه. وهنا غادي ندير فيها واحد العلبه نتاع الطون، ولكم الاختيار، تقدروا ديروا الدجاج، تقدروا ديروا الكفته. انا كما قلت انا كنحاول اخواتي نقتصد، واخا هادشي كلشي راه غالي، الخضره راه غاليه، الطون حتى هو غالي، لكن الله غالب يعني ما عندنا ما نديرو. واحد الاخت واحد المره درت البطاطا قالت لي البطاطا حتى هي غاليه. الله يكون حسن العوان نتاع المسلمين جميعا، نتاع هذا الغلاء هذا اللي وقع في هذا العالم، الله يستر وصافي. زدت واحد 3 تاع البيضات مسلوقين، بشرتهم وزدتهم كذلك في هذه الحشوه هذه.
باش كتعطيني كميه اللي هي كثيره. انا بغيت واحد الكميه، يعني باش ندير واحد الكميه تاع الفطائر. الا درت غير الخضيره بوحديتها وما زدتش عليها شي بحال هادشي هذا، ما غاديش يعني غادي تخرج لنا كميه هي اللي هي قليله. صافي رجعت للعجينه ديالي، كانت اختمرات. انا ما كثرتش فيها الخميره لان غادي نخدمهم غير بشويه عليا. درت الخميره قليله باش ما يختمروش قبل الوقت بزاف ملي نكون كنخدمهم. لكن الاخوات بلا تصوير ولا شي حاجه غديروا معلقه عامره تاع الخميره، معلقه كبيره مملوءه جيدا. صافي انا درت فيهم تقريبا واحد 75 غرام في الوحده. انتم كتشوفوا الكميه اللي خرجوا لي ما شاء الله. كنت درت 100 غرام وجاوني بحال شويه كبار ورجعت نقصت. صافي اخواتي درتهم في واحد الصوينيه وكنغطي طبعا باش ما تنشفليش العجينه. صافي وغادي نبدا نخدم بالوحيده بالوحيده. كيجيو يعني كنديرهم حجم واحد لان معبورين باش كيجيونا شكل واحد. كنديرهم على الشكل هذا، كنديرهم رقاقين. انا ما بغيش غير العجينه يعني تكون غير العجينه كتبان. اللي بغى يجيو هكا منفوخين بزاف يخلي العجينه شويه غليظه، ما كاين حتى شي مشكل. لكن هما كيجيو هكا، كيجيو رقاقين افضل. صافي وكندير ديك الحشوه هكايا وكنزيد عليها واحد شويه تاع الجبن. تقدروا ديروه وتقدروا ما ديروش، يعني ماشي ضروري اخواتي. اللي ما عندوش ما يديرش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الانسان يدير داكشي اللي عنده في المنزل. وكنحاول ندير في الجوانب بياض البيض. صافي كنحاول نضغط عليها شويه، وضروري بالفرشيطه باش ما تفتحش في الفران، لان كيتفتحوا الا ما كانوش يعني حتى بياض البيض تقدروا ديروا في المكان ديالو غير الماء، والبيضه تقدروا تدهنوا بها كامله. هكايا كنبقى نضغط بالفرشيطه مزيان، ومن بعد كنسقبهم بديك القطعه تاع البيتزا باش كيجيوني شكل واحد، باش ما كتبانش ديك البلاصه اللي درت فيها الفرشيطه. صافي على الشكل هذا اخواتي هانتوما. وغادي نزيد معكم كذلك وحده اخرى. راهم ساهلين وكيجيو بنانين. الاهم والله الا بنانين. انا الصراحه هاد الحشوات هادو نتاع الطون ونتاع الزيتون وهذه وتاع الخضر كيجيوني بنان افضل من تاع اللحوم. واخا كندير نتاع دابا كون درت فيهم الكفته ما غاديش يعجبوني، وكل واحد والذوق ديالو. صافي اخواتي كندير قلت لكم كما قلت لكم البيض في الجوانب، وكنزيد الجبن من الفوق. وسمحوا لي اخواتي في هذا رمضان ما حطيتش وصفات، لان راني هدرت معاكم قلت لكم باللي يعني صافي رمضان صعاب ما بقاتش فيه الخدمه. الاخوات كاملين اللي بحالي اللي ما كيبينوش الطاولات نتاعهم ويبينوا الدار ديالهم وبينوا الصالون وبينوا القناه ما كتطلع لهمش. ما عندنا ما نديرو الحمد لله. خدمنا شحال هادي شي عامين فاتت ولا 3 سنين. دابا الامر تغير، يعني كاع الاخوات اللي ما كيبينوش الطاولات وما كيبينوش نفسهم، يعني حتى الشكل ديالهم يبينوه، راه القناه كتموت لهم. وانا منهم ما عندي ما ندير. يعني قناه مليونيه لكن المشاهده يعني قليله بزاف، لان كندير وصفه وحده. بقيت في الوصفه وحده ديالي وهادشي اللي كاين ما عندنا ما نديرو. هادي الوقت كل واحد يعني كل الوقت كتبدل الحمد لله. تيفوت رمضان ان شاء الله ونرجعوا نخدموا كذلك. ما عندنا ما نديرو اللهم لك الحمد. الا بغينا نتنافسوا ونديروا نبينوا الطاولات راه نقدروا نخدموا وندخلوا فلوس صحيحه. ولكن اللي بغى غير عادي وما بغاش التكبر ويبقى يتباهى على الناس ويبقى الناس مساكن ما عندهمش حتى عشاء ليله وحنايا نبقاو نبينوا في الطاولات. الصراحه انا ضد هادشي هذا. وشحال مره كنتكلم والله الا قلبي دارني، يعني ماشي عليا انا ولا على الناس اللي ما عندهمش لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي. والغلا الناس ملي كندير انا وصفه هادي بحال هادي غيقولوا لي الاخوات راه مطيشه غاليه، راه البصله غاليه، راه الفلفله غاليه. والله العظيم الا كنقول يا الله شنو واش نحط هاد الوصفه ولا ما نحطهاش. رجعت كنحاول ندير وصفه اقتصاديه ما امكن باش الناس يقدروا يديروها. وهادشي اللي كاين اخواتي. المهم كنهضر معكم شويه كنفاجئ على خاطري. صافي اخواتي درتهم في الصوينيه وندهنهم بصفار البيض. انا درت بداك البياض. نتوما تقدروا تخليو بيضه كامله ودهنوا بها، لان انا راه هزات لي كثار من صفار وحده، يعني هزات لي تقريبا شي 2 بيضات وزياده. يعني داك البيضه تقدروا تخليوها
يعني تخليوها وتزيدوا فيها شويه الحليب ودهنوا بها الفطائر ديالكم كامله، تطلع اقتصاديه اكثر. صافي اخواتي، دهنتهم ودخلتهم الفرن على درجه حراره 180، الفرن شاعل من الفوق ومن التحت. واحد النصيحه اخواتي، غادي تقبوهم شويه باش ما يتنفخوا لكمش بزاف، لانه هما كيتنفخوا بوم، يعني كيتنفخوا بزاف. تقبوهم بالواحد الكوردون هكايا باش ما يتنفخوش. ومنين تكونوا ديرهم في الصوينيه خليوهم واحد 15 دقيقه يختمروا شي شويه، يعني ماشي من الخدمه ديريكت للفران. انا راه درتهم في الصوينيات وخليتهم واحد 15 دقيقه، عاد دخلتهم للفرن. الا دخلتوهم للفرن قبل ما يختمروا غادي يديروا لكم واحد الفقاعات هكا سوداء من الفوق كانهم ما مختمرينش. وهانتوما كتشوفوا اخواتي كيفاش كيجيو من الداخل، صدقوني كيجيو غزالين، وبخصوص مني فيهم الفينو كيجيو رطبين وزوينين وما كيضروش، يعني كتاكليهم وانت مرتاحه وبالصحه والراحه اخواتي. ورمضان مبارك سعيد لجميع الامه الاسلاميه، وبالصحه فطوركم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى الوصفه القادمه ان شاء الله باذن الله. احبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.